أهلا يا أصدقاء، أنا هدى والنهاردة هتقضوا معايا يومي الدراسي. هتسمعي صوت ديك وعصافير ويمامة. تسمعي كده؟ لا، في ديك كان بيعمل من شوية اهو. شفتي؟ قلتلك. بصي السحاب لونه جميل، كل حاجة جميلة الصبح، سبحان الله بجد. الجو هو الجو برد بس وكلاب كمان. شوفي كل أصوات الطبيعة. اهلا يا جماعه، انا بجد مش متخيله انا خلاص فلوجز الدراسه رجعت تاني. ايه السرعه دي؟ مش معقول، ملحقتش اخد اجازه. لازم اقول الجمله دي قبل كل ترم دراسي. يا جماعه بجد الترم الجاي هيكون سنه تانية، مش معقول بجد. واو، ابداع، سبحان الله. النهارده مش عندي غير جامعه، وبكلمه مش عندي غير جامعه يعني مش عندي تدريب روبوت ولا عندي مذاكره البناء المنهجي. يا جماعه انا ركنت عليا البناء المنهجي، يعني مش عارفه. كل الناس قعدت تقول لي يا هدى اوعي تراكمي عليكي، ما راكمته عليا، راكمت كتاب. مش مشكله، هقعد الم النهارده ان شاء الله، وهقعد برضه اشوف ورايا ايه في المذاكره يعني في الجامعه. ان شاء الله هيكون يوم تحفه يا جماعه. اهم حاجه انا وانتم ما ننساش نشرب ميه وما ننساش نقول الاذكار كده زي الفل. اوكي، يلا بينا بقى، ايه ننزل، يلا بينا. استني تقريبا بجد انا هضعف. في واحد احنا مجربناهوش قبل كده، ده اللي جنبه. اللي جنبه جربت الاسم ده. ايه ده؟ انا جربت ده. ايه ده حلو. وده برضه، ده بصي يا جماعه مش سهل. ايه ده؟ فاكره شباب عايزه ايه؟ اهلا يا جماعه، انا لسه راجعه من الكليه دلوقتي. الساعه كام؟ الساعه 4. انا اتاخرت فعلا النهارده. اوكي، قعدنا، كان في مواضيع شيقه المره دي، سبحان الله. قعدنا رغينا كتير قوي، يا نهار ابيض، قعدنا رغينا كتير جدا، بس مش مشكله، دي حاجه رائعه. وبعد ما قعدنا نرغي كتير جدا يا جماعه، انا عديت على السنتر عشان اجيب حاجه واحده بس. اوكي، عايزه اجيب زي الاقلام دي. بصوا يا جماعه، من غير اي سبب احنا بقى عندنا في بيتنا علبه اقلام حمراء. اوكي، من غير اي سبب بجد، يعني مفيش حد مننا مدرس مثلا ولا حاجه فمحتاجين اقلام حمراء او حاجه. المهم، فعلبه اقلام حمراء من ده واقلام جل، بجد احلى قلم انا استخدمته في حياتي بجد. استنوا هقول لكم دلوقتي، انا كنت بستخدم الاقلام دي يا جماعه. اوكي، طول حياتي تقريبا بجد، وكنت بحبهم جدا، ومعايا منهم كل الالوان، كنت بحبهم، وكنت مؤمنه ان دول احسن اقلام في الدنيا، مفيش احسن منهم. وانا طول عمري اصلا ما بستخدمش اقلام جل، ليه؟ عشان بتهبب وبتبهدل الدنيا. بس ده احلى قلم استخدمته في حياتي يا جماعه، بجد بحس ان القلم بيكتب لوحده. عايزه اجيب منه اسود وازرق، رحت السنتر ودورت على قلم زيه، ما فيش. والراجل قال لي ما فيش، في اللي سنه رفيع بس. ده مش سنه رفيع، ده بصوا سنه، لا ثانيه، بيعملوها ازاي دي يعني؟ عشان مش عارفه انتوا شايفينها ولا لا. المهم يا جماعه، ده احلى قلم في العالم، انا عايزه اجيب منه. هدور عليه اونلاين بجد، خلاص. انتوا مش متخيلين الموضوع بالنسبه لي كبير ازاي. يا جماعه زي ما قلت لكم الصبح، انا راكمت عليا كتاب كامل في البناء المنهجي. والكتاب يا جماعه انا بصوا قرات منه شويه، الكتاب سكر، بيتكلم عن ألفة القرآن، وان احنا يعني ازاي نكون اهل القرآن وكده، وبجد جميل، بجد جميل. بس
ركمته عليا وما قراتهوش، فانا محتاجه ان انا اعوض ده. ان شاء الله هقدر ان انا اظبط الدنيا يعني، ولو ما ظبطتش عادي، احنا بشر مش روبوتات. عندي بكره الجمعه ان شاء الله، هحاول اظبط الدنيا فيه برضو عادي، مش مشكله مش مشكله. اهم حاجه لازم 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 اعملها النهارده هي ان انا اخطط للاسبوع. انتوا عارفين اخر مره خططت للاسبوع ايه؟ اخر مره كانت امتى؟ كان اسبوع من 29/1 ل5/2. النهارده يوم كام؟ النهارده 16/2. فانا في حبه كده وقعوا مني في النص، بس مش مشكله، عادي عادي. ده اكبر اثبات ان احنا عادي، بشر بني ادمين عادي يعني. حتى لو انا عندي روتين مذهل ورائع ومنتجه فيه وبعمل حاجات كتير في حياتي، ففي حاجات بتقع مني في النص، ده اكيد يعني، ده 100% بيحصل، وبيحصل لكل الناس يعني. بجد يا جماعه، وانتوا بتتفرجوا على يوتيوب كده وبتتفرجوا على حاجات وعلى الناس، اوعوا تتخيلوا ان البني ادم ده بيرفكت 100%، ولا مهتم بحياته 100%، ولا ملاك ما بيعملش غلطات، ما عندوش ذنوب، مذهل. مفيش اي حد كده، مفيش ابدا ابدا اي حد كده. كلنا بنعمل غلطات، وكلنا بنوقع حاجات، وكلنا بنظلم نفسنا ساعات، بس الشاطر اللي يفوق ويعمل حاجات كويسه لنفسه. اوكي. كنت النهارده انا واصحابي بنتكلم كمان عن الدراسه، وان الانجاز الدراسي لا يصنف انجاز. بصوا يا جماعه، هو الانجاز الدراسي مش حاجه وحشه بجد. الانجاز الدراسي ممكن يخلي البني ادم في حياه تانية، حياه مختلفه، بس لا يصنف انجاز بسبب ان التعليم عندنا في بلدنا هو مش بيثقل الانسان بالمهارات اللي الانسان محتاجها على الحياه عشان يقدر يتعامل مع الناس، على عكس الشغل هو اللي بيثقل فعلا الانسان بالمهارات، وبيخليه يتعامل مع ناس مختلفه ويتحط في ضغوطات مختلفه وكده. كده تسمعوا على طول يعني المدرسين والدكاتره في الجامعه وكده على طول يقولوا اللي انتوا بتذاكروه ده اصلا ملوش لازمه، لما تروحوا سوق العمل هتلاقوا حياه مختلفه. طيب يا جماعة، أنا رجعت والنهاردة مش عندي مذاكرة. أوكي، ليه؟ بكل بساطة أنا لسه ما خدتش حاجة في الجامعة. بصوا يا جماعة، هفهمكم أنا نظام كليتي إيه يعني لحد ما أنا فاهمة. إحنا أول الترم بنبقى بنهزر مع بعض، بعد كده بنيجي في نص الترم فجأة عندنا 100 ترم، بعد كده بعد ال100 ترم بناخد على قفانا قبة إحنا في الفاينل. أوكي، بس هو ده يعني، هو ده الكلية بتاعتي. اعتقد كلية كل البشر. لان انا ما قابلتش حد ما حصلوش كده. بس هفهمكم انا ليه ما خدتش حاجه لحد دلوقتي. انا اول الاسبوع بيبدا بالعملي. اوكي، يعني عندي يومين عملي ويومين نظري. تمام، اليومين العملي هم اول الاسبوع، وبكل بساطه اتلغوا علشان يعني مش هينفع ناخد العملي قبل النظري يعني على حد علمي. اوكي، بس مش مشكله. اللي انا بعمله دلوقتي هو ان انا قررت ان انا اخطط للاسبوع، الحاجات اللي انا عايزه اعملها في الاسبوع. المهم، فانا عايزه اظبط الحاجات اللي في مخي. اوكي، فبيكون احسن بكتير لما نطلع الحاجات اللي في مخنا دي لبره. واحب اطمنكم يا جماعه، انا لقيت الاقلام اللي انا عايزاها جدا جدا اونلاين، وطلبتها خلاص بصراحه يعني. بجد ما كنتش هقدر استحمل. احلى قلم جربته في حياتي هو اسمه MG حاجه، بصوا ممكن اصوره لكم. المهم، تخطيط الاسبوع بالنسبه لي بس ان انا اكتب الحاجات اللي انا المفروض اكون مخلصاها الاسبوع ده، طبعا بالنسبه للكليه او بالنسبه لاي حاجه تانية في حياتي يعني. الحاجه الوحيده اللي انا فعلا على طول بحب ان انا اكد عليها في كل الفيديوز بتاعتي تقريبا، في كل حته، بصوا قابلتوني في اي حته واقولها لكم، ان احنا نكون طيبين مع نفسنا. بجد يا جماعه، الطيبه مع النفس مش بس ان انا ابقى ما بعملش غير حاجات تحفه وروعه وما اعرفش ايه، لا، الطيبه مع النفس برضو ان انا لما احس ان انا محتاجه بريك، محتاجه استريح. فاهميني؟ العالم مش هينهار، مفيش اي حاجه هتحصل، الديناصورات مش هتطلع من تحت الارض تهجمنا يعني. انتوا فهمتوني؟ اوكي، مش هيحصل اي حاجه بشعه في الحياه لو احنا استريحنا شويه. نفس الكلام، مش هيحصل اي حاجه بشعه في الحياه لو احنا اتلحلحنا شويه وبطلنا راحه، وبدانا ان احنا نشوف الحياه اللي ورانا محتاجه مننا ان احنا نعمل ايه. اوكي، ونحاول ان احنا نستثمر في نفسنا، وان احنا ننمي في مهاراتنا، ونقول للفرص الكويسه لينا. ايوه، فاهميني؟ اهم حاجه ما نكونش ظالمين لنفسنا. مش عارفه، في فيديو من الفيديوهات برضو قعدت اقول لكم على موضوع ظلم النفس، وان انا بشوف ان يعني حاجه سيئه جدا ان الشخص يظلم نفسه وكده. المهم انا حاسه ان انا قاعده برغي كتير كده ليه؟ انتوا يا جماعه فهمتوني اكيد. اوكي، فاعتقد بس كده الفيديو النهارده. خفيف ظريف، صح؟ انا حاسه كده، حاسه انه خلص بسرعه. ايه ده؟ اتمنى يا جماعه تكونوا طيبين مع نفسكم وتشربوا ميه كفايه، وقبلاتي وحبي وامتناني ليكم على طول، وبس كده.